بيبدأ فيلمنا كالعادة بصوت بيقول لنا إن تغيير الفصول بيجيب معاه مفاجآت كتير، وسحر الجنيات معروف من زمان، وإن أعظم تغيير في الطبيعة بيحصل في فصل الخريف. ولما بيقرب وقت الحصاد بنكتشف أسرار كتيرة، وكمان بنعرف إن الخريف السنة دي مش زي أي سنة، لأنه هيظهر لنا فيه القمر الأزرق. وفي الوقت ده بنشوف الجنيات وهم بيجهزوا أرض الناس للخريف، وبيوقعوا أوراق الشجر وبيهتموا بالحيوانات. وبعد كده بنرجع لشجرة تراب الأساطير اللي تنة ورنة طورتها وخلتها أحسن وأسرع من الأول، وبنشوف تميم وهو بيجمع تراب الأساطير للجنيات اللي بتروح أرض الناس. وهنا الرئيس بتاعهم بيأكد عليه إن كل جنية ليها كوباية تراب بس، وهنا بيقول لهم تميم إنه رايح يساعد تنة ورنة، فبيتريقوا عليه وبياخد حبل وبيمشي. وبنروح لتنة اللي بتعمل مركب سريع علشان يساعدوا بيه جنيات تراب الأساطير، وكل الحيوانات بيساعدوها. وهنا بيروح لها تميم وبيديها الحبل اللي بتستخدمه، وبيبدأوا يشغلوا المركب. وبتفرح تنة ورنة جدا، بس للأسف المركب بيتحرك بسرعة وما بتقدرش تسيطر عليه، فبيخرج من المية وبيخبط في شجرة. وبيروح تميم علشان يطمن عليها، فبتتعصب جدا وبتقوله انها كانت عايزة تعمل المركب ده علشان تساعدهم. فبيحاول تميم يهديها، وفي الوقت ده بتيجي مساعدة الملكة وبتقول لتنة ورنة ان الملكة عايزاها. فبتروح معاها تنة وبتسمع المستشار وهو بيقول لمشيرة انتي متأكدة من تنة؟ فبتقول له مشيرة اي نعم تنة بتتعصب بسرعة بس هي شاطرة جدا. وبينادوا على تنة اللي بتقول لهم ان دي مش غلطتي وان حشرة البقى هي اللي عصبتني. فبيستغربوا من كلامها، وبتكتشف تنة انهم مش عايزينها علشان كده. وهنا بيبدأ المستشار يسألها تعرفي ايه عن فصل الخريف؟ فبيحكي لها عن الخريف وبيقول لها ان السنة دي الخريف هيجي مع قمر الحصاد الازرق، وانهم لازم يعملوا له صولجان جديد. وبيوريها كل الصولجانات اللي الجنيات عملتها قبل كده، وبيقول لها ان السنة دي الدور على الجنيات التنات علشان يعملوا الصولجان. وهنا مشيرة بتقول لها انا اخترتك انتي علشان تعملي الصولجان. وهنا بيقول لها المستشار ان الصولجان لازم يتعمل بنسب معينة، وعلى نهايته هنحط حجر القمر الازرق، ولما القمر الازرق يظهر الشعاع بتاعه هيعدي جوه الحجر، ووقتها هيتكون تراب اساطير ازرق، والتراب ده هو اللي هيخلي شجرة تراب الاساطير اقوى. وبتوريها مشيرة حجر القمر وبتقول لها ان هو حساس جدا وممكن يتكسر بسهولة، وبتعرفها الملكة انهم واثقين فيها ومعتمدين عليها. فبتشكرهم تنة على الثقة دي وبتاخد الحجر وبترجع بيتها. وبعدها بيروح لها تميم، فبتعرفوا تنة انهم اختاروها علشان تعمل لهم صولجان الخريف السنة دي. فبيقول لها تميم ان ده معناه انهم ادوها حجر القمر. فبتاخده تنة وبتوري له الحجر، وبيفضل تميم يقول لها معلومات كتيرة جدا عنه بما انه حارس لتراب الاساطير، وبيقول لها ان ممكن يساعدها بما انهم اصدقاء. فبتوافق تنة وبتشكره. وتاني يوم بيروح تميم عشان يصحي تنة، وبيقول لها انهم قدامهم شهر على احتفال الخريف. وبتبدأ تنة تصمم الصولجان وتميم بيساعدها. وتاني يوم تميم بيصحيها علشان يكملوا شغل. وبتمر الايام وتنة بتصنع الصولجان. وبيجي اليوم اللي بعده وتميم بيصحيها كالعادة وبتكمل تنة الصولجان. وهنا تميم وهو بينظف حواليها، فبتتضايق تنة جدا لانها ما بتعرفش تركز، وبتخلص تنة راس الصولجان وبتطلع حجر القمر علشان تحطه. بس تميم بيفضل يتكلم وراس الصولجان بتتكسر، فبتتضايق تنة جدا وبتتعصب. فبيقول لها تميم انها محتاجة آلة تكون حادة جدا. فتنة بتقول له فعلا انا عايزة آلة حادة جدا، وبتخليه يروح يدور لها عليها. وفي الوقت ده اصيل بيكون بيجرب آلة للألعاب النارية، وللأسف رجله بتتعلق في حبل فبيطير وبيتعلق على شجرة. وفي الوقت ده بيوصل لهم تميم وبيسألهم عن آلة حادة جدا، فبيقولوا له دور في المغارة وهناك هتلاقي حاجات كتير تايهة. ووقتها تنة بتكون خلصت الصولجان وحطت الحجر عليه. ووقتها بيرجع لها تميم ومعاه بوصلة، وبيقول لتنة انه جاب الآلة الحادة. فبتقول له تنة ان دي حاجة مدورة، فبيطلب منها تبص جواها. بس تنة ما بتقتنعش بيها وبتزقها وبتقع على الصولجان وبتكسره. فبتنصدم تنة وبتزعق لتميم وبتقوله ان انت السبب علشان جبت البتاعة دي هنا. فبيحزن تميم وبيسيبها وبيمشي. اما تنة بتحط الحجر على الارض وبتتعصب وبتخبط البوصلة اللي بتتفتح وبتخبط الحجر فبيكسرها. ولما بيجي الليل بنشوف تنة وهي بتحاول تصلح الحجر زي ما كان، لكنها بتفشل. وفي الوقت ده بيروحوا لها اصيل وبلبل علشان تروح معاهم مسرح الحواديت، لكنها بترفض لانها مشغولة. فبيقولوا لها انهم هيعرفوا مشيرة انها مش هتقدر تيجي. ولما تنة بتعرف ان مشيرة هتحضر بتجيلها فكرة، فبتروح وراهم مسرح الحواديت وبتشوف مشيرة وبتسألها اذا كان موجود حجر قمر تاني. فبتتصدم مشيرة وبتكون خايفة ان الحجر يكون حصل له حاجة، لكنها بتطمنها وبتقول لها انها بتسأل لان لو في حجرين اكيد هيكون في كمية كبيرة اقوى من تراب الاساطير. فبتقول لها ان ده الحجر الوحيد وانه عندهم من 400 سنة ومن غيره
وشجرة تراب الأساطير هتكون ضعيفة والحياة هتكون مستحيلة في أرض الجنيات. فبتنصدم تنة وبتبدأ المسرحية، وبتحكي الجنية عن حكاية سفينة قراصنة قدرت توصل لأرض الأحلام، ومسكوا جنية من الجنيات وخلوها تعرفهم مكان مراية الأمنيات اللي صنعتها الجنيات من ملايين السنين، واللي هتحقق لأي حد 3 أمنيات. وبتقول إن القراصنة طلبوا أمنيتين بس قبل ما يطلبوا التالتة السفينة غرقت بيهم. فتنة بتسأل مشيرة إذا كان الكلام ده حقيقي، فبتقول لها مشيرة أيوة، وبتكمل الجنية الحكاية وإن علشان توصل لهناك هتاخد رحلة للشمال لحد ما توصل لجزيرة الأمنيات وتعدي من جبل على شكل قوس، وبعدها هتوصل لقصر الأقزام، وبعد ما تعدي الجسر هتلاقي السفينة، ووسط الكنوز هتلاقي مراية الأمنيات. فبتخلص المسرحية وبتتسحب تنة وبترجع البيت وبتبدأ تجهز كل حاجة علشان تروح تدور على مراية الأمنيات عشان تطلب منها حجر قمر جديد. وبتقرر تروح لتميم وتطلب منه تراب أساطير، بس تميم بيكون فاكر إنها رايحة تصالحه وبيسألها ليه عايزة تراب أساطير زيادة، فبترفض تنة تقوله السبب. فبيرفض تميم يديها تراب أساطير وبيقول لها إنها أخدت حصتها قبل كده وإنه مش هيقدر يخالف القواعد. فبيحزنوا هما الاتنين وتنة بتسيبه وبتمشي، وبتروح تقعد على القطن اللي بيقع عليه شوية تراب أساطير فبيطير. فبتجيلها فكرة وبتروح تجمع شوية حاجات وبتصنع منطاد وبترمي عليه تراب أساطير وبياخدها المنطاد وبيطير. وبتبدأ تنة رحلتها لأرض الشمال، وبيقابلها شوية حشرات وبتقدر تهرب من خفاش، وواحد منهم بيخبط في المنطاد بتاعها وبيقع جواه من غير ما تاخد بالها. وبيمر الوقت وبتجوع تنة، فبتروح تدور على الأكل بتاعها، بس بتتفاجئ لما بتلاقي الكائن ده أكل أكلها كله. فبتزعقله تنة وبتطلب منه يمشي، وبتبص تنة على الخريطة لكنها ما بتقدرش تشوف حاجة بسبب الضلمة. ووقتها الكائن ده بيرجع لها تاني وبينور لها، فبتقوله تنة يفضل معاها وبتعرفه على نفسها. وبعد محاولات كتير بتعرف منه ان اسمه بريك، وبيكملوا طريقهم مع بعض. وهنا في أرض الجنيات كل الجنيات بيجهزوا لحفلة الخريف، وبنرجع لتنة اللي بتعرف ان فاضل يومين بس على ظهور القمر الأزرق. وبتنام تنة وبريق، وفجأة بيتخبط المنطاد بتاعها فبتصحى وبتتفاجئ بجبل على شكل قوس. فبتربط المنطاد وبتطلب من بريك ياخد باله منه، وبتطير لحد ما بتوصل للجبل. ووقتها بتصدم لما بتلاقيها شجرة على شكل قوس. ووقتها بيجي شوية هوا وبيحرك المنطاد، وبيحاول بريك يمسكه لكنه ما بيقدرش. فبيروح لتنة علشان يقول لها لكنها ما بتديلوش اي اهتمام. فبيشدها وبيوريها المنطاد اللي طار، فبتزعقله تنة وبتقوله انها قالت له يحافظ عليه وان حاجتها كلها موجودة فيه. وبتروح هي وبريك يدوروا على المنطاد، بس للأسف بتخبط تنة في ورق شجر وبتقع على الأرض. ولما بتفوق بتلاقي تميم قدامها فبتفرح جدا، بس للأسف بتطلع تخيلات. ووقتها بتفتكر لما زعقت لتميم وطردته من البيت، وبعدها بتعتذر لبريك وبتقوله ان هي اللي ضيعت المنطاد، وبتقول لبريك انها جعانة جدا. فبيسيبها بريك وبيروح ينادي على كل الحشرات اللي في الغابة. فبيروحوا لتنة وبيجيبوا لها اكل ومية، فبتشكرهم تنة وبتسألهم اذا كانوا يعرفوا مكان جبل على شكل قوس. فبياخدوها وبتمشي معاهم لحد ما بتلاقي البوصلة اللي جابها لها تميم قبل كده، وكانت جايباها في المنطاد علشان تعرف الطريق. ولما بتفتحها بتلاقي جواها آلة حادة، فبتاخدها وبتكمل طريقها لحد ما بتوصل للقوس الحجري. فبتشكر كل الحشرات وبتودعهم. وفي الوقت ده تميم بيكون بيفكر في تنة وبيقول انهم اصحاب ولازم يروح يصالحها، بس لما بيروح لها البيت ما بيلاقيهاش، وبينصدم لما بيلاقي شوية من حجر القمر على الارض. فبيفضل يدور لحد ما بيلاقي مخطط تنة علشان توصل للمراية السحرية. اما تنة فبتعدي القوس الحجري وبتوصل لجسر الاقزام، وبتحاول تعدي من الجسر بس الاقزام بيمنعوها وبيتخانقوا مع بعض على مين فيهم اللي هيتكلم معاها. فبتزعق لهم تنة وبتقول لهم انها مرت بحاجات كتير جدا علشان توصل لهنا، وان كل ده ما كانش هيحصل لو تميم اتأخر شوية وهو بيجيب الآلة الحادة. فبيسألوها مين تميم ده، فبتقول لهم ان اعز اصدقائها. فبيتكلموا معاها وبيقولوا لها انها مش لطيفة، فبتتضايق منهم تنة وبتزعق لهم. فبيرجعوا الاقزام تاني يتخانقوا مع بعض. فبتستغل تنة وبتدخل الجسر من غير ما حد ياخد باله، وبتفضل تمشي لحد ما بتوصل لسفينة القراصنة. فبتدخل جواها وبتستخدم بريك على انه كشاف، وبتفضل تكمل طريقها لحد ما بتلاقي كيس كبير متعلق. فبتستخدم الآلة الحادة اللي خدتها من البوصلة وبترميها على الكيس، فبيتفتح وبينزل منه دهب كتير ومجوهرات. فبتفضل تنة تدور فيها لحد ما بتلاقي مراية الأمنيات. فبتمسك المراية وبتحاول تتمنى، لكن بريك بيكون عامل صوت جنبها. فبتزعق وبتقول لبريك اتمنى انك تسكت لو دقيقة واحدة. وللأسف بتتحقق أمنيتها الوحيدة، وللأسف بيسكت بريك. فبتنصدم تنة وبتزعق لبريك وبتقوله ان دي غلطته هو، وبتفتكر انها قالت نفس الكلام ده لتميم. فبتعيط وبتقول
لبريق حقك عليا، وبتقول يا ريت تميم كان هنا معايا دلوقتي ونفضل اصدقاء. وبتتخيل تميم في المراية وهو بيقول لها انهم لسه اصدقاء، فبتعتذر له تنة، فبيقول لها ان هو مسامحها، وبيسألها ليه ما قالتلهوش عن حجر القمر، فبتقول له انها ما كانتش عايزة حد يعرف، وانها كانت فاكرة انها مش محتاجة مساعدة، لكن دلوقتي بتمنى انك تكون معايا. فبيقول لها ان هو فعلا هنا، وبتتفاجئ تنة لما بتلاقيه فعلا وراها وبتعتذر له، فبيقبل اعتذارها وبتعرفه على بريق، وبتقول له ان هو اللي ساعدها علشان توصل لهنا. وبتسأل تميم ازاي قدرت توصل لهنا، فبيقول لها ان هو فضل يطير طول النهار فوق البحر، ولما تراب الاساطير قرب يخلص لقى المنطاد بتاعها، وفي الوقت ده بيهجم عليهم فيران عملاقة فبيجروا منهم بسرعة. وبتطلب تنة من تميم يعطلهم لحد ما تلاقي مخرج، وبتروح تنة تلم شبكة العنكبوت وبتعمل خيال على الحيطة وبتطلع صوت مخيف، فبتخاف الفيران وبتجري، وبيروح تميم لتنة وبيقدروا يخرجوا من المكان، وبيركبوا المنطاد، وبيستخدم تميم تراب الاساطير بتاع تنة اللي كان في المنطاد، وبيقدر المنطاد يطير بيهم. ووقتها بيلاحظ تميم ان تنة حزينة، ولما بيسألها عن السبب بتقوله انها مش عارفة هتعمل ايه لما ترجع، فبيقول لها انه جاب الصولجان بتاعها معاه. وفي الوقت ده بتيجي لتنة فكرة، وبتطلب من تميم انه يساعدها، وبيفضلوا هما الاتنين يشتغلوا مع بعض. وبنرجع لأرض الجنيات وبنلاقي ان الكل بيستعد للاحتفال، وبيجهزوا الطبق اللي هيحطوا فيه تراب الاساطير الازرق. اما مشيرة بتكون متوترة جدا لان تنة لسه ما جتش لحد دلوقتي، وبيروح لها المستشار اللي بيسألها عن تنة، فبتقول له انها مش عارفة مكانها. ووقتها تنة بتوصل بالمنطاد والكل بيحييها، وبتقدم تنة الصولجان للملكة، فبتطلب منها الملكة تحطه مكانه. ولما تنة بتحطه مكانه بتكشف من عليه الغطا، والكل بيتصدم من شكل الحجر المكسور، فبتحاول تنة تهديهم، وبتقول لهم انه كده هيجيلهم تراب اساطير اكتر علشان شعاع القمر هينعكس على مساحة اكبر. وفعلا لما بيظهر شعاع القمر بيتوزع على كل حتة من الحجر، وبتنزل كمية كبيرة جدا من تراب الاساطير الازرق، والكل بينصدم من الكمية. وبتقول الملكة لكل الجنيات ان الاحتفال السنة دي مختلف، وده بفضل جنية مميزة وهي تنة ورنة، وبفضل صديقها تميم وصديقها الجديد بريق. وبتاخد تنة الصولجان وبتروح لشجرة تراب الاساطير اللي بتبقى اقوى، وبيبدأوا الجنيات الاحتفال بالخريف. وبنسمع في الاخر صوت بيقول لنا ان اعظم كنز في العالم مش ذهب ولا ياقوت، وان اعظم كنز هو الصداقة لانها ما بتنتهيش زي فصول السنة. وبكده يكون انتهى فيلمنا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة.